مين اللي اقنعك انك هتنجح وانت نايم في السرير؟ مين اللي اقنعك انك هتنجح وانت ما بتبذلش مجهود؟ مين اللي اقنعك ان النجاح بيجي ان احنا نبص الايد اللي في غيرنا ونتكلم على اللي في غيرنا ونركز مع اللي في غيرنا؟ لا، عايز تنجح ركز على نفسك، ابذل مجهود 1000 مرة من الصبح لغاية آخر النهار، اطوي الكوكب. طبيعي انك تمر بظروف صعبة، طبيعي انك تمر بظروف عيطت فيها وقفلت على نفسك باب الأوضة، عادي، عيط واقفل على نفسك باب الأوضة واعمل كل حاجة، بس اوعى تنكسر، لأن أنت لو انكسرت خلاص بطل القصة مات. هتكتب إيه؟ كان في بطل وانكسر ومات. تقنع عقلك إنك لازم تبذل مجهود. مين اللي أقنعك إنك هتنجح وأنت نايم في السرير؟ مين اللي قال إن حياتك هتتحول لأفضل وأنت ساكت؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك إنك أنت هتقدر تنجح في حاجة وأنت ما بتبذلش مجهود؟ الحياة الكريمة اللي أنت عايز تعيشها عايزك تبذل مجهود عشان توصل لها. الحياة اللي أنت عمال تتخيلها كل يوم عايزة بني آدم جامد. الناس عمالة تشتكي وأنت شغال، الناس عمالة تحارب حرب غلط وأنت ماسك طريقك وبتحارب على حلمك وعلى الحاجة اللي أنت عايزها. الحياة اللي أنت عمال بتحلم بيها مش هتيجي غير لما تضحي. مفيش نجاح من غير تضحية. مين اللي قال إن ممكن بني آدم ينجح من غير ما يضحي؟ لازم تضحي بوقتك، تضحي بمجهودك، تضحي بخروجات كنت ممكن تخرجها كل يوم عشان تركز في حاجة بتعملها، تضحي بسرعات للأسف سرعات خاطئة بتأخرك عن طريقك وتمشي في طريقك، تضحي بشهوات بقى قدامك وتقول حرام عشان ربنا يكرمني. مين اللي قال لك ان ربنا ما بيكرمش بني ادم مجتهد؟ ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي احنا بنعمله. اما ربنا بيشوف عبد عمال يبذل مجهود بيبقى كريم معاه ويديه اضعاف ويديه ويفتح له الابواب. يبقى عندك ايمان ان كل باب بيقابلك في حياتك مقفول وراه جبر وراه خير. تحاول وتحاول لغايه ما تعجز الظروف انها تقف قدامك تتكسر. عارف انت هخلص يعني هخلص. الامور صعبه بس الحلم كبير، الحلم كبير والحاجه اللي انت عايزها كبيره. عشان كده ركز في حياتك، ركز انك تبقى بطل قصه حياتك. الحياه الوحوش اللي ما بيتكسروش، الوحوش اللي بيعرقوا ويشقوا، الوحوش اللي بيشتغلوا طول النهار، الوحوش اللي بيصحى الساعة 6 الصبح نازل يشتغل وشايل على أكتافه أحمال أهله عشان يعمل حاجة، الوحوش اللي بيشتغل في اليوم 24 ساعة 48 ساعة. المهم إنك من جوه تبقى راضي على نفسك، تبقى عملت اللي عليك، تروح بيتك وتقول أنا عملت اللي عليا، عملت اللي يرضيني مش اللي يرضي الناس.